هاي هاكرز، عاملين ايه يا شباب؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا، السلام عليكم اول حاجه طبعا. النهارده معانا فكره ثغره لذيذه جدا. رمضان كريم اول حاجه، كل السلام عليكم. النهارده فكره الثغره بسيطه جدا، باذن الله تفهموها كويس، وانا باذن الله هحرص ان انت تفهمها وما تنساش طول عمرك. تمام. هي ثغره ريس كونديشن. ايه هي ثغره الريس كونديشن يا شباب؟ اول حاجه، انت شفت اكيد فيلم كده رضا، يعني مفيش حد ما شافوش. تمام. فاكرين فيلم كده رضا لما هم قرروا ان هم يروحوا يسرقوا البنك؟ تمام. سرقوا البنك ازاي؟ طبعا انت عندك 3 شخصيات بس هم متسجلين على الورق بتاع الحكومه ان هم شخصيه واحده، رضا هندي البلهاوي. تمام تمام. فهم قرروا ان هم هيعملوا 3 بطايق. تمام. وهيحطوا 100,000 جنيه باسم شخص واحد اللي هو رضا هندي البلهاوي، وكل واحد فيهم هيروح فرع مختلف، ده هيروح فرع وده هيروح فرع وده هيروح فرع. تمام تمام. طب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ بعد ما كل واحد فيهم يروح فرع مختلف، تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ ان هم اتفقوا ان هم هيمشوا على السماعات، بحيث ان هم يعملوا خطوات السحب في نفس الثانيه بالظبط، بحيث ان السيستم ما يلحقش يسجلها، لان لو ثانيه عدت السيستم هيلحق يسجلها. فهمت الفكره؟ فهمت الفكره. هي دي الريسك كونديشن بالظبط. طبعا عشان يعني انت فاهم الفكره، تعال اشرحها لك مره ثانيه. يعني سمسم راح بنك، البرنس راح بنك، بيبو راح بنك. تمام تمام. كل واحد فيهم راح بنك مختلف، واتفقوا ان هم في نفس الثانيه بالملي هيسحبوا ال 100,000 جنيه. في نفس الثانيه، في نفس الدقيقه هيسحبوا ال 100,000 جنيه. طب ليه؟ عشان السيستم ما يلحقش يسجلها. تمام تمام. فبالتالي بدل ما كان معاهم 100,000 جنيه بقى معاهم 300,000 جنيه. فهمت الفكره؟ فهمت الفكره. اتمنى يا رب تكون فهمت. تعالوا بقى يا شباب نكمل ونتكل على الله. حلو حلو. ايه هي ثغره الريس كونديشن؟ هي حاجتين. تعال نشوف التعريف. ثغره ريس كونديشن او حاله السباق هي نوع من الثغرات البرمجيه اللي بتحصل لما يتسابق حدثين او اكتر عشان يوصلوا لنفس المورد، زي قاعده بيانات او ملف في نفس اللحظه، والنتيجه ان هي بتعتمد على مين اللي سبق وخلص الاول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا معلم، فلنفترض مثلا ان انا عندي كوبون. ايه هو الكوبون؟ 1 2 3 4 5. اوكي. كنترول اول، اسمها كنترول اول، كنترول سي. اوكي تمام. كنترول في، كنترول في، كنترول في، كنترول في، كنترول في، كنترول في. تمام. بقى عندي كام كوبون كده؟ بقى عندي 1 2 3 4 5 6. تمام تمام. الكوبون بيديني خصم 10%، ومسموح لي استخدمه مره واحده بس. اكتر من مره لا، ما ينفعش، السيستم هيلقط. يعني انا لو استخدمت الكوبون ده مره واحده، تمام، بعدها بدقيقتين رحت انا مستخدم الكوبون ده مره تانية، هل السيستم هيقبل؟ هيقول لي لا مش هيقبل. تمام تمام. ليه؟ لان هو السيستم ادرك واتعرف عنده ان الكوبون ده استخدم، ما ينفعش تستخدمه لي تاني، لا استخدم كوبون تاني، خلاص ده باظ، خلاص ده كده انتهى صلاحيته. تمام. طب افرض انا يا معلم رحت مش استنيتش دقيقتين، ورحت بعت الكوبون مره ومره تانية ومره تالتة ورابعه 5 6 في نفس الثانيه، في نفس الدقيقه، من غير ما السيستم يدرك ان انا عملت كده. تمام تمام. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك. يعني انا بعت الطلبات كلها في نفس الثانيه، في نفس الدقيقه، في نفس كل حاجه، فكده السيستم ما اتعرفش عنده ان انا استخدمت الكوبون مره واحده بس، لا اتعرف عنده ان انا استخدمت الكوبون 6 مرات. 6 مرات. 1 2 3 4 5 6. يعني انا بدل ما اخد خصم 10% كده خدت خصم كام؟ 60%. 60%. وفهمت الفكره؟ ان هي حاجه بتديني حق مش حقي. هي الفكره في كده. يعني اقول لك على حاجه، الثغره مثلا مره لقيتها وموجوده الفكره دي على فكره بورت فيجر، وانا طبقتها من بورت فيجر، وانا كنت متعلمها من بورت فيجر. طب ايه هي؟ ان انا كان عندي مثلا جيميل اسمه كذا. تمام. gmail.com. تمام. ده الجيميل بتاعي. انا كنت عايز اغير الجيميل اللي انا مسجل بيه على الموقع للجيميل ده. تمام تمام. تعالى نمسح بس الكلام ده اهو عشان تفهمني. انا كنت عايز اغير الجيميل بتاع الموقع. لو مثلا افترضنا ان الجيميل بتاعي انا كنت عايز اغيره لده. تمام. فانا رحت عامل الطلب ده. تمام. وبعد كده عملت ايه؟ رحت موقف الطلب. يعني ايه موقف الطلب؟ يعني خليته عندي، ورحت معدل في جيميل شخص انا اعرفه، عارف ان هو مسجل في الموقع. يعني مثلا لو صاحبي اسمه مثلا تامر، جيميل بوينت سي او ام. تمام تمام. ثانيه واحده. سي او ام. تمام تمام. لا اله الا الله. تامر جيميل سي او ام. تمام تمام. ده صاحبي وانا عارف ان هو مسجل في اكونت، بس انا عايز اخدع واعمل ريسك كونديشن.
فانا رحت بعت الطلبين، اللي هو طلب تغيير للجيميل بتاعي اللي هو انا عندي اكسس عليه، وطلب طلب تغيير للجيميل بتاع صاحبي اللي انا ما عنديش اكسس عليه وما اقدرش اوصل له في نفس الثانيه. في نفس الثانيه، واخد بالك؟ في نفس الثانيه. فممكن السيرفر يغلط ويبعت لي الاثنين على الاول، يعني يبعت لي ده الطلب ده والطلب ده على اول اكونت ده خالص. فهمت الفكره؟ فهمت الفكره. اتمنى يا رب تكون فاهمني. تمام تمام يا شباب. هي دي فكره الثغره باختصار، هي ولا اكتر ولا اقل. حاجتين بتعملهم في نفس الوقت، فبيديش اكسس على حاجه مش من حقك. يعني مثلا مثال برضك، اللي انت ممكن انت لما بتيجي تشوف صوره على الفيسبوك مثلا، فوتو، صوره عاديه، تمام، بيبقى مسموح لك تحط عليها كام لاف، مش لاف واحد او لايك واحد. افرض انا رحت موقف الطلب ورحت حاطط 5 لافات، وانا شخص واحد بس، مش من 5 اكونتات مختلفين، من شخص واحد، ورحت بعت ال5 لافات دول في نفس الوقت، في نفس الدقيقه، في نفس التوقيت، تمام. ايه اللي هيحصل يا معلم؟ كده هيبان على الصوره ان انا حاطط 6 أو 5، بس هو من نفس الاكونت، وده طبعا مش مسموح. فهمت الفكره؟ فهمت الفكره. برضك بص، خلينا بلاش نقول الافكار التقنيه، خلينا نشرحها في الفيديو التقني. كده جايب لك افكار كتير جدا، يعني انا هريك افكار مع حوالي 20 او 30 فكره معايا في الريسك كونديشن. في الفيديو التقني هيكون كبير شويه يعني. تمام تمام. تعالوا نكمل يا شباب. ايه هي اسباب حدوث الثغره وازاي امنعها؟ اسباب حدوث الثغره سيبك من دي، هشرحها لك من هنا. يعني المنع بيبقى بعكس الاسباب يعني. تمام تمام. ايه هي الاقفال؟ الاقفال اللي انت ما تاخدش خطوه غير لما تكون نهي الخطوه اللي قبلها. يعني ايه؟ يعني انت مثلا دلوقتي بتسجل دخول، تمام ساعتها، دلوقتي انا بسجل دخول، تمام، تسجيل دخول. ايه هو خطوات تسجيل الدخول؟ اول حاجه دخل بياناتك، دخل بياناتك، يتاكد من بياناتك. تالت حاجه لو صح يدخلك الاكونت. تمام تمام. هل ينفع اللي انا مثلا ادخل الخطوه دي مع الخطوه دي؟ لا، لازم نمشي بالترتيب. يعني الخطوه دي خلصت، دخلت بياناتي، تمام، اقفل. الخطوه دي خلصت، اتاكد من بياناتي، تمام، اقفل. بعد كده اخد الخطوه دي، تمام. هي بيبقى الثلاث لازم يكون في ترتيب، يكون في سيستم، يكون في نظام. فاهم الفكره؟ تمام. ايه هي العمليات الذريه؟ العمليات الذريه يا صديقي هي انك تعمل الخطوات البرمجيه اللي انا قلتها دي مثلا في نفس التوقيت، عشان السيستم يلقط بسرعه ويفهم ويترجم عنده ان هنا خلاص ان العمليه دي هتحصل. تمام تمام. وفي حاجه تمام، ان لازم ان السيرفر ما يثقش في الشخص قوي، ويبقى عارف ان هو مثلا الشخص هيعمل هنا الترتيب الطبيعي، عشان هو ممكن يكون هاكر فيعمل الترتيب اللي هو مش طبيعي ويبتدي يستغل. فاهم الفكره؟ تمام. وايه هو التحكم في التزامن؟ التحكم في التزامن نفس الفكره بتاعت الليفل بالظبط، يعني مفيش اختلاف خالص. التزامن مثلا ان انت بترتب الحاجات اللي المفروض تعملها، بس كده. تمام تمام. كده انا فرمت لك الشرح النظري، تمام، ودي تبقى اقراها يعني، مش مهم حتى لو ما قريتهاش، مش مهمه يعني قوي. المهم تكون فاهم الكلام اللي انا قلته وفهمت الفكره التطبيقيه للثغره. الفيديو التقني فيديو كويس، مش هقول لك تقيل، مش هقول لك خفيف، بس انا شارح لك فيه افكار تقيله جدا، وسايب لك هنا ورق الشرح التقني عشان تكتب فيه الافكار اللي احنا هنقولها. اتمنى يا رب تكون فاهمني. بالتوفيق يا رب يا شباب، ربنا يوفقكم. السلام عليكم. هاي.